في سنة 1973 وأثناء حصار العدو الإسرائيلي لمدينة السويس بتدور قصة فيلمنا الجميل النهاردة. المخرج عاطف الطيب والمؤلف أسامة أنور عكاشة في فيلم كتيبة الإعدام. السيد الغريب المقاوم أحد أبناء السويس اللي فضل يقاوم أثناء حصار العدو الإسرائيلي لمدينة السويس، هو وابنه ومجموعة من أبطال السويس. بيوصل حسن عز الرجال مندوب البنك ومعاه مرتبات الجيش اللي كان بيقدر يوصلها سيد الغريب للجيش. فرج لكتع اللي بيدخل وبيخرج بطريقة ملفتة للنظر بدون ما حد يسأله، وبيصحى الصبح بنلاقي سيد الغريب وابنه وغيرهم غرقانين في دمهم، وحسن عز الرجال مغمى عليه. يتقبض على حسن بتهمة قتل سيد الغريب واختفاء أموال الجيش اللي كانت قرابة 1,000,000 جنيه. يتحكم على حسن عز الرجال بالسجن لمدة 14 عام وهو بريء بعد أن لفظ المجتمع بريء ومش عارف يثبت إدانته. يفرج عنه وبيقول له المأمور وهو خارج: لو بإيدي أضربك بالرصاص، في رمز لبشاعة الخيانة، في رمز لغلاوة الدم اللي سال على أرض السويس. حسن عز الرجال اللي بيلاقي نفسه عاجز عن إثبات براءته وبيخرج من السجن ويبحث عن ابنه اللي ما يكونش موجود هو ومراته، في محاولة منه لإثبات براءته، محاولة منه لإثبات إنه ملوش ذنب، لمحاولة منه إنه يبين الحقيقة. حسن عز الرجال اللي بتتقفل معاه كل الأبواب، اللي بتتقفل قدامه كل السبل بعد أن يطرد البوليس عشان خاطر يضغط عليه ويخرج الفلوس. الضابط اللي كان بيقوم بدوره ممدوح عبد العليم بيستدعيه وبيضربه عشان خاطر يعترف على الفلوس. سيد عز الرجال اللي بيسكن في لوكاندا من لوكانتات وسط البلد وبيشتغل شغلانه اللي جمعتها له بنت صاحب اللوكاندا في مكان، وبيطرد منه في محاولة للتضييق عليه عشان خاطر يخرج الفلوس ويبينها إيمانا منه. المجتمع كله معتقد ومؤمن إنه هو اللي سرق الفلوس. حسن عز الرجال حضراتكم اللي بيجيله اتصال من مجهول بيقول له إنه عنده معلومات عن ابنه ومراته، وبيروح وأثناء جلوسه في المكان بيشوف صورة الشهيد سيد الغريب وابنه محمد الغريب، وبتجيله بنته نعمة الغريب وفي ايدها مسدس، وبتقول له: هطهر الدنيا منك واخد بتار ابويا واخويا. نور حسن عز الرجال اللي بيقف مسالم ويقول لها: خلصيني بسرعة من العذاب اللي شافه، من عذاب المجتمع ومن عذاب والألم النفسي اللي تعرض له حسن عز الرجال. في اللحظة الأخيرة يدخل الضابط بعد أن اتحشرت الرصاصة في المسدس القديم بتتمسك عليه، وبينفي حسن عز الرجال محاولة نعيمة قتله، وبتقول له: انت كمان هتبرأني يا كلب، في شتيمة إلى مدى خسة الفعل اللي هو عمله واللي هو بريء منه. بعد كده بتدور الأحداث وبروح لها وبقول لها: حط إيدك في إيدي لنعرف مين اللي قتل سيد الغريب، وحط إيدك في إيدي لنعرف الجاني. وأثناء الفترة دي كان بيجي النعيمة اتصالات يقول لها: نسيتي دم أبوكي وأخوكي. حسن عز الرجال اللي بالصدفة يمسك مجلة وبيشوف صورة عزام أبو خطوة، فرج لكتع اللي سرق الفلوس، اللي عقد صفقة مع العدو الإسرائيلي وباع فيها سيد ومحمد الغريب. عزام أبو خطوة رجل الأعمال الشهير. للمصادفات الغريبة إن نعمة الغريب بتشتغل في إحدى شركاته وبتبدأ المساومة بشكل علني مع الضابط على أساس إنه ياخد مبلغ، ويتفق الضابط إن نعيمة وحسن يكونوا موجودين في الاتفاق، وبيروحوا له الهايبر أو المكان اللي هو كان موجود فيه بعد إن أصبح
رجل أعمال. انفصل الضابط من عمله أو اتنقل الصعيد في رمزية من المخرج لامتزاج الفساد بالسلطة. حسن عز الرجال والضابط وصاحبه ونعيمة يروحوا الهيبة ويخرجوا مسدساتهم عشان يقتلوا الخيانة. يموت عزام أبو خطوة وسط بضاعته، وسط سلمه، وسط المكان اللي هو عمله بدم الخيانة. تظهر النهاية اللي من وجهة نظري رسمها خالد عاطف الطيب بشكل خيالي شوية، إن المحامين كلهم بيدافعوا، ولكن المشاهد تلقى الخبر ده بالفرحة والفخر، تلقى الخبر ده بانتصار الحق، هزيمة الخيانة، هزيمة الخيانة اللي بتكرهها كل